الاتحادية الجزائرية وبيتكوفيتش ليكون مدرب جديد للجزائر. حكيت على شروط التعاقد والأهداف المعلنة. تقريبا سيتقاضى، فما أخبار تتحدث عن أنه سيتقاضى 120 ألف يورو بيتكوفيتش، وفما أيضا أخبار تقول أنه كدولة كسلطة تمنع أنه يتقاضى أكثر من 45 ألف يورو. هذه المعطيات اللي موجودة في وسائل الإعلام الجزائرية بالنسبة لبعض شوية الأهداف المعلنة نحكيوا عليها. لكن قبل هذا شروط التعاقد أنه يحاول ضخ دماء جديدة وإبعاد كل من بلغت أعمارهم في سن معينة يبتعدوا عن المنتخب الوطني. هذا شنو قال في الإعلام الجزائري. الناس اللي ما تعرفش بيتكوفيتش هو مدرب معناها سويسري من أصول سلافية، والمدرب هذا عرفناه في ايطاليا، معناها كان مدرب للاتسيو، لكن مسيرته مع المنتخبات كانت مسيره كبيره برشا مع المنتخب السويسري. معناها بيتكوفيتش نعرفوه منذ 2014 كان موجود، كان فهمني في تصفيات كاس العالم 2014 استطاع تحقيق 24 نقطه من اصل 30 في مجموعه مش صعيبه برشا، لكنه ترشح ووقع اقصائه في الدور 16 معناها 2-1 ضد المنتخب الارجنتيني في الوقت المبدد، يعني في الاوقات الاضافيه، في 14 في البرازيل، في اورو 16 كيف كان معناها فهمتني ترشح في الدور الثاني بعد ما تعادل 1-1 مع رومانيا ومع فرنسا وربح ألبانيا، لكنه خسر من المنتخب البولندي نتذكروه 5-4 ضربات جزاء في اليورو 2016. وقتها ميليك كان مانيش غلط هو اللي سجل ضربة الجزاء. في تصفيات كاس العالم طاح مع البرتغال والمجر فرد بول صعيبة برشا، وترشح من احسن ثانيين في المجموعة، عمل 27 على 30 اللي هو مدرب بفكر ايطالي، معناها مدرب تكتيكي برشا، مدرب ما يلعبش كرة فرجوية، معناها مدرب يحاول اكثر فهمتني او كونترير من بالماضي اللي فهمتني يحب يلعب ويحب يمركي ويحب يخلق فرص ويحب يمشي لقدام وكل شيء. لا، بيتكوفيتش بمونتاليتي معناها أوروبية أكثر، تكتيكيا متميز، يعرف كيفاش يسكر على الفريق الخصم. ولعل زوز مباريات معناها محرار في معناها كارير بيتكوفيتش هو كاس العالم 2018 تعادل مع البرازيل 1-1، من بعد فهمني كان قريب جدا معناها من الترشح كيف ترشح لربع نهائي هو على فرنسا، نذكر فرنسا المباراة الشهيرة فهمني في اليورو 2000. معناها تحس اللي كونه الكونفدراسيون الجزائريين معناها الجامعة الجزائرية حابة تاخذ مدرب فهمني بفكر أوروبي، مدرب كاري، مدرب معناها عنده سي بروبريدي، عنده تخمامه، عنده تفكيره، عنده فهمتي الوجهة التكتيكية نتاعو، مدرب ما يأمنش باللي ستار برشا ان سيرتان مومون، نحى تشاكا ونحى شاكيري ونحى فهمتني عديد اللاعبين الكبار في سويسرا، ومن بعد تم ارجاعهم معناها بطلب جماهيري، لكنه مدرب فهمتي ما يخممش في الفرد، يخمم في المجموعة، عنده منظومة كاملة، يشرك برشا لاعبي الأظهرة، يطلعوا برشا ليبوك معناها لاعبي الأظهرة يزيدوا، ضخ دماء جديدة فهمتي، وبرشا لاعبين جدد كيما مفوغو الحارس ليبوك، وكيما مبابو لاريو دروا نتذكروا، وكيما فهمتي سيفيروفيتش لافون سونتر. معناها مدرب أوروبي، مدرب يمشي دروا وبيوت، مدرب مركز على الأوبجيكتيف، مدرب يعرف يتعامل برشا 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 مع سيستيم تاع ليزيكسكلوزيون في المجموعات، براتيكمون كل مجموعه يلعب فيها يتعدى فيها للثمن النهائي، يقولوا احنا يخرج من المجموعه مش يخرج يروح، يخرج يتعدى من المجموعه، من بعد حتى كي يتم اقصاء وحاتم يخرج يا بينالتيات يا يخرج في البيردو في السوبليمنتاري، معناها يخرج في الوقت المبدل. معناها مدرب فهمتني بفكر ممتاز جدا، حتى كي كان مع لاتسيو ما كانش عنده طابع فرجوي كبير، يلعب بمهاجم وحيد، جينيرالمون يلعب 4-3-3، في بعض الحالات يلعب في 3-5-2، لكن اكثر وقت يلعب 4-3-3، ويلعب بشاكيري فهمتني اللي هو فهمتني كان دون لو طون معناها صانع العاب. كلمه الاخرانيه اللي كون المنتخب الجزائري هذه حكايه 40,000 يورو 45 و80 سي با بيتكوفيتش يتقاضى في 2.7 2.8 مليون يورو. وبعض الاخبار تاكد انه ايضا مساعدي بيتكوفيتش مقترحه باش يكون نجم كره القدم الجزائريه كريم زياني او فرحاض باش يكون معاه نبيل انجيز، هذه من ابرز الاسماء المرشحه باش تكون مدرب مساعد. نبيل انجيز كان مع كريستيان غوركوف في 2014 و2016، دونك هذه بعض الاخبار. لكن ما بين الشروط ايضا اللي في مناقشه مش في العقديه ولكن في الكلام نعيمه ما بين الاتحاد الجزائري وبيتكوفيتش، انه القطع مع عدد كبير من الاسماء اللي كانت موجوده في المنتخب الجزائري، نحكي مع الملاعبيه على اللاعبين اللي كانوا موجودين، وشرطوا عليه ضروره ضخ دماء جديده واعمار معينه في المنتخب الجزائري.